المدير الفني لفريق العبور، بنقول لك هارد لك النهارده الخساره امام فريق مياه البحيره النهارده، طول عن اللقاء النهارده. والله الحمد لله، وهم فرقة كويسة وتستحق المكسب النهارده، وما نقول قدر الله ما شاء فعل يعني. هارد لك لنا وجود بليل مياه البحيرة، ودي كرة القدم يعني الحمد لله. ايه كانت تعليماتك للاعبي فريق العبور النهارده كابتن في خوض لقاء مياه البحيره النهارده؟ والله حضرتك الملعب ده عريض عن ملعبنا، فاحنا كنا همنا ان احنا نملى نص ملعب النهارده ونلعب بالكره السهله من رجل لرجل، لان احنا اللونج باص ده كان هيترد علينا ويعمل ضغط علينا، والولاد في الشوط الاولاني كانوا متماسكين، وحضرتك شايف يمكن لاخر الماتش يعني. مش عايز اتكلم على التحكيم، اللعيب واقع يا كابتن في اتجاه اللعبه اللي جاب فيها الجون، يعني كان لازم اوقف اللعبه كابتن، حتى لو هجمه هي ده، لا ده في اتجاه اللعيب اللي واقع. انا مش بلوم على الحكم، خلاص انا خسرت هارد لك ونستعد للمباراه القادمه. انا ماليش اعتراض على التحكيم، يعني مش من حقي ان انا اعترض على التحكيم. شايف فريق العبور قادر على عوده الانتصارات في المباراه القادمه يا كابتن؟ ان شاء الله ان شاء الله. احنا يعني كاول سنه بنشترك، نتائجنا تعتبر في الرينج الطبيعي، يعني احنا كسبنا بره ماتشين ومتعادلين 7 مباريات، ويعني الحمد لله الحمد لله، وان شاء الله القادم افضل. ويعني مياه البحيره جاي لنا الماتش الجاي، عندنا بتاع 7 مباريات على ملعبنا، ان شاء الله نحقق فيهم نتيجه، واحنا تحتينا بتاع 4 5 فرق، يعني باذن الله احنا قاعدين السنه دي ان شاء الله ان شاء الله. نشكرك كابتن سعيد بالصعود المدير الفني فريق العبور، احدث اللقاء النهارده. يا كابتن الله يخليك.